هل فيهم فكرت انك تعرف ايه هو سر النجاح؟ ففي الفيديو ده هنتعرف على 6 عادات بيمارسوها الناجحين. لو كنت مهتم انك تكون واحد منهم فتابع الفيديو للاخر. يلا نبدأ. العادة الاولى: الاستيقاظ المبكر. بيبدأ الناجحين يومهم في وقت مبكر علشان بيعتبروا الوقت ده فرصة للتأمل والتخطيط والتركيز قبل بداية يومهم العملي. زي ايلون ماسك بيصحى في الساعات الأولى من يومه علشان يفكر في أهدافه. العادة التانية: تخطيط وتحديد الأهداف. النجاح مش بيجي كده عشوائي، فبتلاقي الناجحين بيحرصوا على تحديد أهدافهم بوضوح ويخططوا إزاي يحققوها. فبيل جيتس كان بيشتغل ساعات طويلة بدون أي راحة أو إنجازات في بداية مشروعه. العادة الثالثة: القراءة والتعلم المستمر. أي شخص ناجح هتلاقيه مخصص وقت في يومه للقراءة والتعلم، لأنهم بيعتبروا إن الجزء ده استثمار في أنفسهم وعقلهم والمستقبل. بيعتبر مارك زكربيرج القراءة جزء أساسي من روتين اليوم ومصدر إلهام. العادة الرابعة: الاهتمام بالصحة واللياقة. النجاح مش بيعتمد بس على النجاح المهني، بل برضه بيعتمد على الصحة الجسدية والعقلية. فبتلاقيهم بيدوا اهتمام كبير جدا لصحتهم وبيمارسوا الرياضة بانتظام. لو جينا بصينا على ايلون ماسك هنلاقيه بيمارس الرياضة بانتظام للحفاظ على لياقته وتفكيره الواعي. العادة الخامسة: التواصل وبناء العلاقات. بيعتبروا التواصل الفعال وبناء العلاقات القوية ده جزء أساسي من النجاح، لأن النجاح بيتطلب التواصل الجيد والعلاقات القوية. لازم يكون الشخص قادر على التفاعل والتعامل مع الناس بفعالية. بيعتبر جيف بيزوس التواصل الفعال جزء أساسي من النجاح. العادة السادسة: التركيز وإدارة الوقت. عشان تنجح لازم تعرف تدير وقت وتركز على أهدافك. فلو بصينا على كل الناجحين هتلاقي عندهم قدرة عالية على التركيز وإدارة وقتهم لضمان أكبر حد من الإنتاجية. ودول كانوا 6 عادات متاخدين من روتين الأشخاص الناجحة، فلو طبقتهم في يومك هتلاحظ فرق كبير جدا. فلو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة كنت مش مشترك.